يا صباح الخير يا موكوسه منك ليها. تاني حلقه من برنامجنا صباح النور يا موكوسه. تاني حلقه من برنامجنا راحه فين يا موكوسه. تمام. هنعمل ايه النهارده؟ قولي كده. صباح الخير. عايزين نسجل يا موكوسه. يا موكوسه يا موكوسه استني بس يا موكوسه. تعالوا هنا نرجع تاني ونشوف احنا كنا بنعمل ايه. عايزه اسجل يا توتو. طب يا توتو كاكا يا توتو اسكتي دلوقتي. اسكتي خالص. احنا بنعمل اكل. ده وقته كاكا خالص. ما ينفعش نقول الكلام ده دلوقتي. استني. المهم جينا هنا يا بنات. 1 minute. 1 minute. جبنا هنا خضار. احنا قلنا هنعمل طبق تولي باللحمه تحفه جامد من الاخر يعني. توتو معانا في الفيديو النهارده. استني يا موكوسه. والراجل بتاع الانابيب برعايه توتو. والراجل بتاع الانابيب ده بتاع توتو. ده بتاع توتو يا توتو. جبنا هنا ايه؟ عندنا عندك اي خضار بقى. انا كان عندي كوسه، جزر، بسله، بطاطس، وفص ثوم. وشوحنا كل ده بحته زبده صغيره. عندك فاصوليا خضره حطي. عندك اي حاجه بقى يعني. فلفله. انا هحط لسه هزود فلفله وهزود بصل طبعا. المهم شوحت كل الخضار اللي معايا اللي هو عباره عن كوسه وبصل كوسه وبصل وايه وجزر. كوسه وبصل وجزر وبسله. انتي بوسه جميله. ماشي. بعد ما شوحنا ركناه في طبق كده. وجبنا هنا زي ما انتم شايفين معلقه زيت صغيره جدا 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 جدا. وهحط بقى اللحمه بتاعتنا. اللحمه دي انا كنت جايباها من اكازيون. من فتح الله. هي لحمه مفروض موزه بس ما طلعتش موزه. ضحكوا عليا. تخيلوا الكيلو فيها كان ب410 او 408 حاجه زي كده. وانا شاريها على اساس انها موزه وما طلعتش موزه. ايوه ايه يا خالتي الفلاحه. خالتي لكاكه. شفتها كل فلاح. لا دي مش فراخ. دي لحمه. اللحمة خالتي لكاكه. سيبيني اعمل الفيس. دي فلاح. يا ستي دي لحمه. دي فلاح. يا ستي دي لحمه. دي فلاح. طب خلاص مشوها لحمه. مشوها فراخ قصدي على رأي توتو. دي فلاح. ممكن تعمليها على فكره بالفراخ برضو هتبقى اكله فلاح. دي لحمه. نخلص بقى شغلنا. خلاص فلاح. استني بس. بعد كده شوحنا زي ما انتم شايفين اللحمه. نزلتها في معلقه الزيت الصغيره خالص. ونزلت عليها بقى دقيقه واحده يا اختي. دقيقه واحده يا موكوسه. نزلت عليها طبعا بحوالي 5-6 فصوص. 6 فصوص فلفل اسود حب. ومعاهم بس يا بنتي حبيتين. طب استني بس. حبيتين حبهان ومع بصي حاضر. حبيتين لحمة كله فلاح. طب يعني هم يسمعوك ولا يسمعوا الوصفة؟ طب استني بس. هقول لهم حاجة. استني ثانية واحدة. نزلنا عليهم زي ما انتم شايفين كده بحبهان وفلفل اسود وورق لورا. وبعد كده شوحنا اللحمة كويس جدا جدا جدا. وخدت لون كده من الجنب ده ومن الجنب ده. وبعد كده نزلت عليها ببصلاية قطعتها. وعندنا فلفلة هنقطعها وطماطمتين. تمام. والخضار زي ما انتم شايفينه انا كنت مشوحاه. ممكن تعملوا الخضار ده ني في ني. كله ني في ني. ماشي. ما تجيش بقى موكوسه وتاجي تقولي لازم اشوح ومش اشوح. انا عموما كنت عايزه اشوح اللحمه في الاول. بس حسيت ان ممكن اللحمه يعني ايه يعني كنت عايزه الطاسه تبقى سخنه وفي نفس الوقت تاخد من طعم الخضار اللي متشوح. تمام. فلو كنت شوحت اللحمه الاول ونزلت عليها بالخضار كنت حاسه ان الخضار هيتهري كده ومش هيبقى له طعم. ساعات اللحمه بتبقى تتحرق يعني او تنزل صوص كده. فانا قلت لا اشوح الخضار الاول. الطاسه ينزل فيها طعم الخضار وبعد كده اشوح اللحمه. ودي كانت فكره بالنسبه لي انا كويسه. طبعا طنط
موكوسة هتيجي تقولي لا انا هعملها بالطريقة. اعمليها يا حبيبتي بالطريقة اللي تعجبك، ما تقرفناش يعني، قصدي ما نزهقناش. تمام، خلينا ناس مؤدبين وكيوت. تمام. اعمليها بالطريقة اللي تعجبك، بس يعني انا عن نفسي شايفة حاضر. ثواني ثواني يا بنتي. المهم تبلنا باللحمه. بتحبش التوابل الكتير على فكره يا بنات، لو فراخ حط لها توابل كتير، لكن اللحمه لا. حطت لها شويه جرام مصاله، توابل مشكله يعني، على حبه كمون، على شويه ملح، وحطت لهم حوالي نص كوبايه ميه، وغطيتها طبعا بالفويل زي ما انتم شايفين، كتمتها كده بالفويل وعليها غطا، وحطيتها على البوتاجاز من فوق. هدخلها في الفرن بس بعد ما تستوى. لما تستوي خالص هدخلها، اعمل لها نص كوبايه برضو بصوص بصلصه، يعني اجيب معلقتين صلصه عليهم نص كوبايه ميه، اسيحهم في بعض كده وارشهم عليها في الوش، وانا ادخلها في الفرن وتاخد وش. ما انتش عايزه طلعي الطاجن بتاعك كده يعني، كلي حوش الورق الفويل هيكون استوى، كلي. انا بحب اعمله يعني ياخد وش كده، فبدخله تحت الشوايه. استني يا توتو، استني يا توتو، اخلص وبعدين نتكلم. اللهم صل عليك يا نبي، عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. المهم يا حبايبي، انا سبتها تستوي على البوتاجاز من فوق. بس عايزه اقول لكم على حاجه، اللحمه دي زي ما كنت قايله لكم انا جايباها من فتح الله. آه جايباها زي ما قلت لكم ب 410. كنت متخيله انها تستوي بسرعه، يعني هما ضحكوا عليها في حاجتين. اولا دي لحمه بلدي، مش لحمه مجمده ولا هندي ولا برازيلي ولا حاجه، لحمه بلدي. مفروض انها كانت تستوي بسرعه، هي خدت كتير على النار لغايه ما استوت. الحاجه التانية كمان ان هي انا مفروض قطعاها من قطعيه الموزه، لقيتها لا، لحمه حمراء مكعبات عادي. ما طلعتش زي ما انا متخيله، الموزه بتبقى ملبسه كده وحلوه كده، لا، ضحكوا عليا المره دي. المهم خلينا في المهم. رجعنا تاني. انا حمرت شويه لسان عصفور. نعم. يعني ما تشرحي لهم انتي افضل. استني يا ففة كده، ففة حاجة، ففة استني 5 دقايق، خمسة بس. المهم حمرت شوية لسان العصفور، حطينا عليهم شوية مية، نزلنا بمرقة دجاج وحتة سمنة صغننة، لان انا بحبش السمنة ولا الزيت الكتير في الاكل. استني يا توتو، استني يا فوفا. بعد كده ركننا لسان العصفور، هو ياخد غلوتين على النار وبسيبه يكمل سواه مع نفسه بقى كده بعيد عن النار. جبنا هنا ميه، حطينا فيها شويه ملح ونطرة زيت بسيطه خالص، وقلنا نعمل رز بسمتي. انا عموما بحب الرز البسمتي عن الرز المصري شويه. هو غالي، مش هقول لكم رخيص، بس انا يعني بعمل كوبايه، ما تجيبش ربع كيلو او ما تجيش 8 كيلو كمان على فكره، لان احنا يعني هنا في البيت ما بناكلش رز كتير، فهو بالنسبه لنا خفيف شويه، وفي نفس الوقت يعني ما بنستهلكش رز كتير، مش في كل الاكلات جنبها رز يعني. المهم انا يعني الطريقه دي شفتها عن قريب يعني وعجبتني، فقلت اجرب. انا كنت الاول بعمله عادي يعني زي الرز المصري كده، بس المره دي قلت لا هسلقه. وبصراحه طلع موضوع انك تسلقيه في الاول ده حاجه حلوه جدا، تخلي الرز طعمه حلو واحلى مما كنتي تعمليه كده على طول. سلقته زي ما انتم شايفينه في ميه، وبعد ما بتسلقيه طلعته صفيته وشطفته ميه ساقعه وجبت. حاضر ثانيه بس يا ست موكوسه، ثانيه يا موكوسه. لا ليه؟ ثانية يا موكوسة، دقيقة يا موكوسة. تعالى نرجع تاني. حطيت هنا قطعة زبدة، عليها طبعا اللي هو ليسون النجمة ده، عليها فصين حبهان، عليها فصين قرنفل، عليها حتة قرفة خشب. شوحت كل ده مع نص مكعب مرقة لحمة او مرقة دجاج. المهم ونزلت بالرز بتاعنا المسلوق زي ما انتم شايفينه، شوحته كده بالبهارات اللي معانا اللي انتم شايفينها ديت، رشة ملح بسيطة، ما تكتريش الملح لان احنا حاطين ملح في السلق. تمام. وبعد كده كنت انا حاطه نص كوبايه، عايز تحطي مستكه حطي مستكه بيبقى حلو جدا برضو. كنت جايبه من ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه صغيرين، مدوبه فيها شعيرات الزعفران، كنت جايباها وانا جايه من العمره.
يا رب عمر عن قريب، يا رب اكتبها لنا يا رب. وسبته بقى ايه يشرب، هديت عليه النار خالص وسبته يتردد شويه بنص كوبايه ديت. هتجيلي بقى موكوسه وتقول لي طب ما انتي حطيتي عليه ميه في الاخر طب انا ما عنديش اللي هو زعفران الشعر ده، اعمل ايه يا حبيبتي؟ روحي هاتي بودرة زعفران من عند العطار ب5 جنيه، هتشهيصك شوية بودرة زعفران هيظبطوكي. تعالوا هنا، شايفين ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي؟ انا كنت حطيت عليها شوية صلصة ودخلتها على الشواية، خدت اللون الجميل ده ونشفت كده. انا بحب طاجن التولي يبقى ناشف، ما يبقاش فيه صوص كتير. عايزه انت تخلي فيه صوص سيبيه ملحلح بقى. وكنت طبعا ايه زودت هنا لون احمريقه على الرز، ولون اصفريقه على الرز، عشان يدينا رز الوان احمر واصفر وابيض وحاجه كده فاخر من الاخر يا بنات، حاجه حلوه جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. الرز على فكره بالطريقه دي حلو جدا. عايزين تعملوا فيه الوان بقى اعملوا، لعبوا براحتكم يعني. جبت طبق القلب ده وقلت اعمل يعني اعمل قلب واعمل شكل كده للعيال الغلابه، انت فاهمين. لقيت ان الموضوع مش نافع معايا، الرز من كتر ما هو مفرفر، مفيش رزايه لازقه في رزايه. صح يا فزلوكه؟ صح صح اهي. صح يا فزلوكه؟ صح صح اهي. صح يا فزلوكه؟ قولي صح. صح يا فزلوكه؟ صح. اهي قالت صح. كان مفرفر زي الفل. وده طبعا اللحمه بتاعتنا بعد ما خدت شويه حلوين على النار يعني، وكل شويه كنت طبعا بزود لها نص كوبايه ميه عشان تستوى. كان الاكل حلو زي الفل. واقول لكم حاضر، واقول لكم يلا مع السلامه. سلامة. سلام.